ايه هي انواع الاورام الخبيثه في الغده الدرقيه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استكمالا عن حديثنا عن الغده الدرقيه، الفيديو النهارده ان شاء الله هنبدا نتكلم فيه عن الاورام الخبيثه للغده الدرقيه. الاورام الخبيثه في الغده الدرقيه بنقسمها الى عائلتين كبار. العائله الاولى بنسميها ويل ديفرنشيتد ثايرويد كانسر او اورام خبيثه ذات سلوك جيد، ودي بتمثل اكتر من 90% من الاورام الخبيثه في الغده الدرقيه. من اسمها كده نقدر نعرف ان الورم ده سلوكه جيد. يعني ايه؟ يعني يمكن السيطرة عليه حتى لو الورم ده انتشر. ودي في منها نوعين، اغلبهم بيبقى ورم الغدة الدرقية الحليمي اللي هو البابلر ثايرويد كانسر. النوع الثاني بنسميه فوليكولار ثايرويد كانسر او ورم الغدة الدرقية الجريبي. لو جينا نتكلم عن العائلة الثانية بنسميها نون ويل ديفرنشيتد ثايرويد كانسر او اورام ذات سلوك غير جيد، ودي بتمثل اقل من 10% من الاورام الخبيثة في الغدة الدرقية. من اسمها برضو نقدر نعرف ان الورم ده سلوكه عنيف. يعني ايه؟ يعني يصعب السيطرة عليه لو لا قدر الله الورم ده منتشر، ولكن يمكن السيطرة عليه لو قدرنا نشخص الورم في مراحله الاولى. ودي في منها 3 انواع: السرطان النخاعي في الغدة الدرقية، السرطان اللا نمطي، والليمفوما الغدة الدرقية. ان شاء الله هتتابعوني في الفيديوهات الجاية، هنبدأ نتكلم عن نوع بالتفصيل، طريقة انتشاره ووسيلة علاجه، وربنا يتمم شفاكم على خير.